بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. أنت تعلم أن الحب هو رمز الإسلام. الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يكره الناس على أن يدخلوا في دينه، ولكنه هداهم واصطفاهم وأبان لهم وأقنعهم بما يوصلهم إلى الهداية، بحيث أنهم حينما يقبلون على الدين يقبلون بقلوبهم وليس بأجسامهم، فهو يريد القلب وليس القالب. فإذا ما كانت العلاقة بين الله وبين عباده علاقة قلبية كان الشوق أكبر، وكان التأثير أكثر، وكانت المحبة أمكن، وكان الإنسان في شوق إلى أن يذوق القرآن ويذوق الدين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يخفض جناحه للمؤمنين، وأمره أن يلين لهم وأن لا يكون فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكأنه يريد أن تكون المعاملة سمحة والعلاقة طيبة، والإقناع هو الذي يدفع الإنسان لأن يقبل على الدين. سواء كان هذا الإنسان زوج، زوجة، فتاة، في كل ألوان المجتمع مطالب أن يكون هناك حب، علاقة طيبة، وأن تكون الإرشادات والتوجيهات الدينية بنورانيتها وسماحتها وإشراقيتها هي التي توصل إلى الخير. ولعل قول الله تعالى يحبهم ويحبونه هذا تبادل للحب بين الله وعباده. وقد جاء في سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والمنطق العقلي يقول أن الله تعالى قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم أكثر عقلانية وأحسن فكرا وأعمق علما وأبصر إيمانا، ولكنه لم يأتي بهذا، وإنما قال يحبهم ويحبونه، كأن مناط ذلك كله من العقل والفهم والإقناع والعقيدة إنما هو الحب الذي يكون بين الله وعباده. فإذا ما كان هناك حب كان هناك قبول. وقد ورد في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبرائيل يقول له إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل. ثم ينادي في أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا القبول هو الذي يعطي التأثير ويعطي العلاقة ويعطي التشويق، ويكون سببا في الإقناع للوصول إلى الحقائق والرقائق والدقائق التي تشرح قلب الإنسان وتجعله يطمئن بالإيمان، وتحقق له العلاقة الطيبة بينه وبين بني الإنسان حتى يعيش في طمأنينة بال واستقرار حال. والعلاقة هذه علاقة طيبة وعميقة.